هل فعلا مستر بيست بيكسب ارباح كبيره من فيديوهاته لدرجه انه في كل فيديو بيصرف عليه فلوس اكتر من اللي قبله واللي بتوصل لملايين الدولارات؟ وفي احد التصريحات قال ان ارباحه كلها قدر يجمعها من اليوتيوب واللي بتوصل لملايين الدولارات واللي تخليه من اغنى منشئي المحتوى على اليوتيوب. مستر بيست من مواليد 7 مايو 1998 وما اتولدش وسط عيله غنيه ولا حاجه، كانت عيلته من الطبقه المتوسطه، واول فيديو ليه كان سنه 2012 وهو عنده 13 سنه، وكان محتوى فيديوهاته اللي بيقدمها في الوقت ده عباره عن العاب فيديو. وفي 2016 وصل عدد المشتركين عنده في القناة ل 130 ألف مشترك، ولما وصل للرقم ده قرر انه يسيب التعليم علشان يتفرغ لعمل الفيديوهات، لكن والدته رفضت، ونتيجة اصراره قرر انه يسيب البيت ويعيش لوحده. ومن هنا بدأ يكسب شهرة اكبر ويصنع فيديوهات اكتر، ومع زيادة شهرته بدأ انه يشترك في قنواته من 3 إلى 4 ملايين مشترك شهريا، وده كان هدفه من البداية. ومن هنا بدأ مستر بيست يفكر ازاي يستثمر كل جنيه يجيله، فبدأ يعمل سلسلة من مطاعم البرجر وحاجات تانية كتير. بس نيجي لموضوعنا وهو مستر بيست ارباحه فعلا كبيرة ولا لا؟ مستر بيست عنده 4 قنوات، واحدة للجيمنج وواحدة للتحديات وواحدة للرياكت وواحدة للأعمال الخيرية، واعلى واحدة فيهم عليها حوالي 308 مليون مشترك. الاستراتيجية اللي بيستخدمها مستر بيست في فيديوهاته هي ان كل ما يصرف اكتر كل ما الربح يبقى اكبر. تقول لي ازاي؟ يعني مثلا فيديو من فيديوهات مستر بيست زي فيديو لعبة الحبار واللي وصل عدد مشاهداته ل 640 مليون مشاهدة، مستر بيست صرف على الفيديو ده حوالي $1,000,000، ولو جيت حسبت مكسبه من الفيديو حسب الارباح لكل 1000 مشاهدة هتلاقي ان كل 1000 مشاهدة في الولايات المتحدة بتساوي حوالي $30 امريكي. وفيديو لعبة الحبار حصل على 640 مليون مشاهدة، فلو حسبنا هنا ارباحه هتلاقي 640 مليون في 30 بيساوي 19 مليار و200 مليون دولار. يعني كده الفيديو صرف عليه $1,000,000 دخله 19 مليار و200 مليون. وده يبين ذكاء مستر بيست في صناعة المحتوى، لان اي منشئ محتوى مش هيقدر يحط كل فلوسه في فيديو واحد. وهنا نعرف ان مستر بيست استخدم خوارزمية ان كل ما تصرف اكتر تكسب اكتر. بس برضه ما نقدرش ننسى اعماله الخيرية اللي بيقدمها، زي انه بنى ابار في افريقيا واتبرع بملابس قيمتها 2,700,000 دولار للمحتاجين وحاجات كتير اكيد بيتشكر عليها. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك وتشترك في القناة. سلام.